اهلا وسهلا اخواني اخواتي، ما عمرك سولتي راسك علاش شي فنانين كيبانوا لينا ناجحين ولكن فجأة كيختفيو؟ وعلاش بطبيعة الحال شي كاستينغ كيتحول من الحلم ديال النجومية لكابوس ما كيساليش؟ فاليوم غادي نكشفوا على المسؤول وغنهضروا على شفيق السحيمي، المخرج اللي كان كيتشاف اخواني كقامة فنية كبيرة، ولكن تقارير وشهادات صادمة كترسم صورة مغايرة تماما لهذا السيد، صورة فيها استغلال ديال النفوذ، تحرشات بقاصرات، وحتى توثيق اللحظات كانت خاص انها تبقى تحت السرير. هادشي اخواني ماشي غير هضره ديال القهاوي، هذه حقائق بدات كتخرج للعلن وكتخلينا نطرحوا سؤال واحد: شكون يحمي ولادنا من وحوش كيخبي وجههم مور الكاميرا؟ فكل شيء بدا من يخرجوا فنانين بحال طارق البخاري وسكينه درابيل وبصوت مسموع اخواني هضروا على كواليس داكشي اللي كان كيوقع، فما كانش اخواني مجرد كاستينغ، كان فخ. فالمخرج كيغري بنات صغار يلاه طامعين في دور صغير في شي مسلسل كيوعدهم بالنجوميه، ولكن الثمن شنو هو؟ الثمن كيكون غالي وغالي جدا. فوصلتني اخبار من مصادر مقربه من كواليس التصوير ان السحيمي كان كيعتمد نظام ديال الغرفه المغلقه فين كيفرض على الممثلات الصغيرات انهم يصوروا مشاهد جريئه بزاف خارجه على السيناريو الاصلي، وكيوثقها في اقراص ولا في دي هارد ديسك اخواني، يعني دي يو اس بي، وخاصه اخواني كانها اوراق ضغط مستقبليه. فتخيلوا معايا فنانه جايه باش انها تخدم، كتلقى راسها في معركه باش انها تحمي الكرامه ديالها قبل من المسيره ديالها. فمن الحقيقه يا اخواني بدات كتبان، والناس ديال المنطقه فين كان كيصور اللي شافت التجاوزات بعينها فتحركات بطبيعه الحال. فالسحيمي ما لقاش قدامه غير القانون، لقى قدامه الغضبه الشعبيه. فاخواني بعض المستجدات اللي ولات كدور اللي كيأكدها مقربون كيقول ان المخرج قبل ما يهرب اخواني حاول انه يتخلص من هذوك الاقراص باش انه بانه يمسحها، ولكن واحد تقني كان خدام معاه بطبيعه الحال بحكم الضمير اللي صحى عنده، فقدر انه ياخذ نسخه احتياطيه من هذوك الفيديوهات اللي قبل ما يتمسحوا. وهذا الشيء اخواني هو اللي خلاه يهرب وهو خايف، لان هذه الفيديوهات اخواني ما بقاتش غير تذكار، ولات دليل ادانه، فممكن يرجعوا للمغرب مقيد بالاصفاد. اخواني اخواتي ماشي غير استغلال، القضيه اكبر من هذا الشيء وبكثير. فتورط المخرج في نزاعات شخصيه واسريه وصلت للمحاكم. فبزاف ديال الفنانات اللي رفضوا الخضوع للابتزاز لقاو راسهم مغضوب عليهم وتدمرت حياتهم العائليه بسبب هذا النوع من السلوك اللي كيدمر اعراض وبيوت. شي حاجه اخواني كتحرق القلب صراحه ملي كتشوف وسط فني كان خاص انه يكون هو المرآة ديال المجتمع كيولي هو بؤره ديال الفساد والاخلاق الساقطة. يا إخواني اليوم حنا في عهد جديد، عهد الشفافية والمحاسبة. ما بقاش شي حد فوق القانون، ما بقاش شي فنان يقدر أنه يغطي على شمسه بالغربال. فخروج هاد الشهادات إخواني العلن وبداية النهاية ديال العصر التسيب. فكنتمنى هذا الفيديو يكون شهرارة باش أي واحد أنه تعرضت لهذا النوع من الاستغلال المقنع تنوض وتتكلم. فالفن رسالة ماشي استغلال للبراءة ومسؤولية. إخواني مسؤولية الفنانين اليوم هي انهم يطهروا هذا الفساد من كل واحد كيشوف راسه بطل في الواقع هو في الحقيقه ضحيه للشهوات ديالو. خلاصه القول اخواني هذه القضيه خاصه تاخذ مسارها القضائي حتى الاخر، ماشي غير باش انها تعاقب السحيمي، ولكن باش تكون درس لاي واحد كيسحب ليه ان الكاميرا وسيله باش يستعبد الناس. شنو رايكم؟ واش هادشي اخواني كافي باش انه ينهي المسيره ديال السحيمي للابد؟ فشاركوا معايا التوقعات ديالكم في التعليقات. شكرا لكم يا اخواني على المتابعه، غادي نوفيكم بجميع المستجدات اللي عندها علاقه بشفيق السحيمي والملف ديالو، ايضا المستجدات اللي عندها علاقه بالراي العام المغربي والاخبار اللي كتروج حاليا. شكرا لكم ومع السلامه.